راح نشارك معكم وصفة حلوى بدون فرن تجي من اروع ما يكون، يعني سهله سريعه التحضير وتجي بزاف بنينه، يعني ما كنتش حتصدقوا الذوق تاعها. ننصحكم تجربوها. بسم الله. في هذه الوصفه نسحقوا كيله تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي. انا ما ترحيوهش رقيق بزاف، رحيوه شويه خشين. انا لاني يعني نحب الكو تاع الكاوكاو كثر درت كيله بكيله. بصح نتوما اذا حبيتو ديروا 2 كيلات كاطو بكيله كاوكاو. هنا زدت كيله تاع كاطو مرحي. استخدمت انايا تاع لوتيس، ديروا اي واحد تحبوا، ديروا بيمو ولا كيما تحبوا. نضيف 2 مغارف تاع زبده، وهنايا راح نلمها بالشوكولا تارتيني. هنايا الشيكولا تاعكم ماذا بكم ذوبوها شويه باش ما تاكلكمش بزاف. اذا درتوها يعني وهي جامده راح تاكلكم كميه كبيره. نخلط مليح المكونات يعني، ونبقى نزيد في الشيكولا حتى نتحصل على القوام اللي مسحقاتو. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها. شوفوا القوام كيفاه داير. هنايا خلاص. وشيوه هنايا نصيحه غطيوها، ما تخليوهاش بلا غطاء باش ما تشربش باش ما تنشفش. هنا نجيو نديروا الحشوه. درت كيله تاع غوفريت بذوق الشوكولا، زدت له مغرفه تاع كاكاو. لا كولور في وسط الحشوه تكون فونسي على الطبقه الاولى. هنايا راح نلمو بالكونفيتور. اللي ما يحبوش الذوق تاع الكونفيتور يلموه بشويه تاع شوكولا ولا عسل. والقوام يكون ثاني ماهوش شاد روحو بزاف، ماهو ناشف يتكسر. سورتو الكوفريت غطيوه مليح، ما تخليوش الهواء يفوت ليه ينشف. هنا نبداو نشكلو في الحلوى تاعنا. انا جبت كيس بلاستيكي قسمته على 2 وحطيته. فرغ هذيك الخليط كامل ونغلق على 2 ونحلوه بالحلال. ونديرو بسمك، ما يكون خشين بزاف ما يكون رقيق بزاف. ديروه كيما العجينه تاع الصابلي. شي وانا حبيت تكون فيه القرمشه تاع الكاوكاو ويجي يعني بيان سور يجي بنين اكثر. الكاطو نزيدوه باش نزكيو الكميه، هذا مكان. نقسموهم على 2. انا درت حرابش بهذاك الحشو تاع الكوفريت وحطيته في الوسط وروليوه بالكوبات كيما راكم تشوفوا. نهزوا الحشوه يعني بكل سهوله ونغلقوا لها الحواف ونقسموها بالطول اللي انا حابينه كامل، ما خليوش فراغ. هنايا بعد ما شكلت الحبات تاوعي، هنايا حبيت ندير الشكل الثاني اللي هو كرات. نحكموا الحبه نبسطوها بهذه الطريقه ونحطوا في وسطها الحشو ونسكروها. هنا ما تخليوش الهواء يدخل فيها وتغلقوا عليها، راح ما يجيش شكلها مدور. لازم تفرغوا منها الهواء وديروا لها هكذا. انا هنا ذوبت 200 غرام شوكولا ولي، شوكولا بالحليب. سورتو مع السخانه هذه اذا زدتوا لها الزيت من بعد راح تذوب في الصباع، وشفتوا كيما تهزوا الحبه وتبدا تذوب هكذاك. نبدا نقلاصي فيهم. انا هنا تحذف لي مقطع الاول. طريقه سهله وبسيطه يعني كامل نعرفوا نقلاصي. للتزيين انا حنزينها بالبندق والورود هذوك. درت بنفس الشوكولا هذيك اللي قلاصيت بها، اللي درت غير خطوط. بعد ما نشفوا لي الحبات تاع الكاطو، هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. يعني جا شكلهم ما شاء الله بريزونطابل. نفتح معاكم يعني النوعين باش تشوفوا كيفاه يجيو من الداخل. يجي شكلهم بزاف باهي، سورتو هذيك المدوره يعني يجي شكلها متحوف الحشوه الداخل وهذيك من الفوق. شوفوا كيفاه يجي الكاوكاو باين ويجي قرمش وبنين بزاف. هنا نقسم معاكم الدائريه، تشوفوها كيفاه جات. هنا كانت في الفريجيدير بارده شويه، على ذيك صعبه شويه باش تقسم. شوفوا كيف يجي شكلها رائع. يعني هذا الحلوى جات بزاف بنينه، حين تاكلوا وتعودوا بلا ما تفيقوا. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم.